الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الكيكة، كيكة التايجر. ما شاء الله عليها، جميلة جدا 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 وريحتها نفاذة، عاملة زي النايتي اللي احنا بنجيبه من المحلات. ما شاء الله عليها، فوق الرائع. يا ريت تجربوها. هنمشي مع بعض الخطوات خطوة خطوة ونشوف مع بعض. الله، النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر. اول خطوة معايا بحط 3 بيضات في الخلاط بدرجة حرارة الغرفة. تاني حاجة بحط فانيليا. انا عندي الفانيليا دي جميلة قوي، بستخدمها على طول. ريحتها نفاذة، بتخلي الكيكة طعمها حلو قوي. بحط باكو، بحط معلقة من الخل، معلقة، مقدار معلقة. الخل على فكرة ريحته مش بتبان في الكيكة. بعد كده بحط كوباية عصير، اي عصير عندك او لبن او اي سائل عندك، لان هحط كوباية زبادي معايا. كمان كوباية من الزبادي، ده زبادي. عندي كمان كوبايتين من السكر، والسكر ده اختياري على فكرة. المعيار اللي انا عاملاه ده معيار صينيتين صغيرين، الصينيتين الوسط بتوع التلاتة اللي هم ايه، المستطيل. فانا كده انتي ممكن تقسمي المعيار نصين. كمان كوبايه من السكر. هتقولي انتي حاطه 3 بيضات، اقسمهم ازاي؟ حطي 2 و2. لو انتي عايزه تعملي نص المعيار حطي بيضتين 2، لو البيض كبير حطي بيضه واحده. معايا كمان كوبايه من الزيت. برضو قلنا لو احنا هنعمل نص المعيار هتحطي نص. ضربنا السكر والبيض والسائل والزبادي والزيت. هحط بقى هنا 3 كوبايات من الدقيق، هنخلهم كويس قوي. اهم حاجه في نجاح الكيكه ان انت تنخلي الدقيق كويس قوي. انا هنخل هنا 3، حطيت واحده لسه 2. الكوبايه التانية، الكوبايه التالتة، هنخلهم كويس قوي زي ما اتفقنا. اهم حاجه في نجاح الكيكه الدقيق ينتخل كويس قوي. هنخله وارجع له. وانا في وسط ما بنخله بروح حاطه باكو من الكيك شيف. طبعا المواد الجافه احنا عارفين ان احنا بنحطها مع بعض. طبعا ما ننساش ذرة الملح اللي هي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده بنزل بالخليط اللي انا عملته في الخلاط زي ما احنا شايفين كده، هنزل عليه كله. طبعا احنا عارفين ان الزبادي بيطر الكيكه كويس قوي. همسكه بقى بالمضرب اليدوي واحده واحده كده زي ما احنا شايفين، لغايه كله دقيق ما يدخل في الخليط بتاعي. يا ريت يا جماعه اللي يجرب الطريقه بتاعتي يعمل لي لايك واشتراك للقناه فضلا وليس امرا. طبعا انا بدخل الدقيق ليه؟ لان في ساعات بيبقى فيه دقيق مركون، بيبقى فيه تكتلات، فطبعا النخل دقيق بيبقى كويس في الكيكه. انا حاسه ان قوامه طري شويه، فهحط نص كوبايه دقيق. كمان انا مش جايباها كويس، رجع البوله شويه زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله ريحتها جميله جدا. زودنا نص كوبايه دقيق. طبعا السكر احنا اتفقنا ان السكر بتاع كيكه بتاعك انتي اللي بتحبي كيكه مسكره بتزودي في السكر، بتحبيها قليله سكر بتقللي في السكر، يبقى حسب الايه، كل واحد غير التاني. قوامها كده كويس قوي. فانا عايزه اعملها بقى تايجر، فانا هاخد نص الخليط واحط عليه كاكاو، والنص التاني هسيبه زي ما هو. قوامها كويس قوي. طبعا زي ما اتفقنا هناخد نص الخليط علشان احط عليه الكاكاو. هقلب نصه هنا او اقل من النص زي ما انت عايزه، على حسب ما انت بتحبي اكتر حاجه. احط على الخليط التاني معلقتين من الكاكاو.
بصراحه مش بحب الكيكه غامقه قوي، بالذات الكيكه اللي هي التايجر. هقلبها كويس قوي. بعد كده هجيب بقى الصينيه اللي هنحط فيها الكيك. كده الكاكاو كله دخل في العجينه ما شاء الله. انا دهنت الصينيه بالزيت وحطيت عليها رشه من الدقيق. هاجي هنا بقى هعمل مره بالشوكولاته ومره بالفانيليا. مره بالشوكولاته زي ما احنا شايفين كده، طبعا الكاميرا مش جايباها، انا هعدل الكاميرا. ومره بالفانيليا فوق منها كده. وهمشي بقى كده على طول، معلقه من هنا على معلقه من هنا زي ما احنا شايفين كده. في ناس بقى ممكن تحطي في كيس وتظبطي الدنيا عندك. احنا ماشيين كده خطوه خطوه. ريحتها حلوه، الزبادي مع العصير مع الكيكه ما شاء الله جميله جدا. معلش سوري، ده معلقه دقيق جت منين دي؟ كانت في المعلقه اللي رشينا بها الدقيق. زي ما احنا ماشيين كده خطوه خطوه، مره من هنا ومره من هنا ما شاء الله عليها. معلش كمان ماسكه التليفون في الايد التانية. هكمل بقى الصينيه بالطريقه دي وارجع لكم. خلصنا الكيكه. اول حاجه بجيب عصايه بتاعت الشيش طاووق واعمل كده زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. شكلها حلو قوي. ما شاء الله شكلها تحفه. يا ريت نجربها، ندخلها الفرن، يا ريت نجربها مع بعض ونشوف ايه. ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. انا مولعة الفرن قبلها بشوية، فطبعا درجة الحرارة هتبقى كويسة بالنسبة للصينية ما شاء الله. هنشوفها بعد ما تطلع من الفرن. ريحتها اساسا وهي نية جميلة جدا. طلعنا الصينية من الفرن ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا، وريحتها جايبة اخر الشارع. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم فيها. انا هنا غززتها ده من الخلة، بشوفها استوت ولا لا. لو طلع فيها عجين يبقى لسه ما استوتش، لو طلعت فاضية يبقى هي خلاص كده استوت. اهم حاجة الركن ده نبص فيه على الخلة. معلش الصينية سخنة. يا ريت تجربوها، ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد فضلا وليس امرا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقطعها بقى مع بعض.